فين؟ اخبارك؟ ازيك يا حبيبتي؟ كويس وحشاني. الحمد لله، انت عامل ايه؟ ما كلمتنيش ليه؟ ايه؟ ما كلمتنيش ليه؟ انت ما بتكلمنيش. لا انت بتكلميني. كابتن ممكن اكلمك بعد نص ساعه عشان انا بس في الشارع؟ انا عايزك في حاجه ضروريه، كلميني ايه ضروري؟ ها؟ ماشي يا بابا، ماشي، باي. يلا. باي باي. عليا. تليفوني خالص الشحن. اه، طب ربنا معاك. ازيك؟ اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله، اخبارك ايه؟ موضوعين. ايه؟ في موضوعين عايزك تساعديني فيهم. قشطه، موجوده تحت الخدمه. بص. مم. تحت الخدمه. بص. بصيت. الو. بصيت والله. في قضيه اه. في البنك الاهلي. فين؟ في البنك الاهلي. اه. اتكتب عليها في حد في البنك الاهلي، وقالوا ان فيها واحد من الرياضيين اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. عايز اعرف مين ده. في البنك الاهلي. امم اعطاه ايه؟ اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. اعطاه ميكروسوفت. طب بتكلم عليها في ايه؟ في انهي جورنال؟ لا حبيبتي تمام. لا انت لو سالت هتعرفيها لانها قضيه كبيره. في المجلس يعني. اه. اعضاء. خليك معايا. اعضاء ايه؟ لا مش في مجلس الدوله. فين؟ دي في الحوادث. ماشي، ما هي فين في الحوادث؟ عندنا في جورنالنا يعني ولا موجوده القضيه دي ما فين؟ اتنشرتش عندنا بس معروفه، يعني قضيه كبيره. قشطه ماشي، اكيد هلاقيها في المجلس. اه. اسمها اعضاء ايه؟ مجلس يا بنتي، مش في المجلس. في مجلس. يا بنتي مش في مجلس الدوله. طب فين؟ في الاقسام والبتاع وكده، يعني عندنا تبع الحوادث عندنا. اه. طب تبع الحوادث فين؟ بصي، عايزك تسالي الدعبسه ايه قضيه ايه يا جماعه؟ قضيه البنك الاهلي، مين اللي اتقبض عليه من البنك الاهلي، مين اللي كان واخد رشوه من البنك الاهلي كده يعني. اه. قضيه رشوه يعني. القضيه دهيت ثواني، القضيه دي كانت عند مرتضى منصور. يخرب بيتك وبيت سنينك. ثواني ثواني، انا كنت مره قاعده، كان قاعد شويه بيقول لي مين اللي خد رشوه ومين اللي ما خدش رشوه، وحيد. ايوه، عايزين نعرف بقى مين. طيب ماشي. هو واحد واخد من اعضاء الرياضيين. اسمها ايه بس عشان اعرف اظبطها؟ اسمها ايه؟ من اعضاء اتحاد الكوره. اعضاء اتحاد ماشي الكوره. خد رشوه من البنك الاهلي. كانت في شغلانه في كده، في مسؤول كبير في البنك الاهلي متهم بالرشوه. في داخل فيها واحد من اعضاء اتحاد الكوره. اوكي ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مرتضى منصور كلمني 12 مره ما رضيتش ارد عليه. والله. امال تعالى بقى اضحكك، والله بجد اضحكك. بيقول لي هو انت تعرفي الليله من الحاجات دي بكام؟ بقول له الليله يعني الليله اللي انت قطيتها بكام؟ بقول له بكام يعني؟ قال لي الليله اللي انا قضيتها يعني. اللي انت قضيتها مع البنت اللي هو حكى لي عليها يعني. بقول له بكام؟ قال لي اديني ده. بقول له ايه؟ انا قلت اما اتريق شويه. قلت له 20 جنيه. قال لي نعم. قلت له 50. قلت له يعني؟ قال لي نعم. قلت له 100. قال لي نعمين. قلت له كام؟ قال لي هذا 10000 جنيه تشيلها فيلا في العجمي. قلت له ده فلوس كتير قوي. انا جبت لها فيلا في العجمي؟ يس. لا انا بنام معاها في العجمي. لا انت جبت لها فيلا في العجمي. لا والنبي. والله. ما انا بقول لك انا قعدت اضحك عليه ضحك في اليوم دوت. بس هو حته وضح لي بقى بجد ان هو جذاب قوي واوفر قوي. بس بيقول لك ان انا بنام معاها الليله ب 10000 جنيه. وجبت لها فيلا في العجمي. ايوه، وانت اللي جريت وراها. انا جريت وراها؟ يعني من المتنسى انا جبت لها فيلا في العجمي وبديها 10000 جنيه. طب على ايه بقى؟ طب ما انا اتجوزها احسن. ما انا كنت قلت له كان رايح دماغه. ما كانش هيخسر كل الفلوس اللي هو خسرها دي. طب ما انا اتجوزها احسن، ده ابن وسخه صاير. ما انا قلت له وبعدين انا هنكنس وانا ادفع فلوس ابن الوسخه. انا هدفع فلوس يا ابن، انا بدي فيها فلوس ابن الوسخه. لا وانت اللي جريت وراها، فاهمني؟ يعني هي البت ما كانت تلقاك بقى، وانت بقى اللي قلت له مين ده؟ كل شويه انت بتتكلم على مين؟ يقول لي هبه شوبير. اقول له نرجع تاني لحوارنا. بس نكلم عادل عشان خلي في علمك، هو ممكن يكلم عادل عشان هيبعت مستندات ضدك يعني، وممكن يبعت حد يكلم عادل. طب وماله؟ ماشي مع عادل، لو عارف ان انا في الموضوع فهمه اللي انت اللي قايل لي. لا احنا بس بنصطدم على حاجه. هو كده اصلا مستنيه اللي هو هيبعت لي حاجه يعني اليومين دولت. المهم بقى هيبعت لي حاجه اليومين دولت عليك يعني. هبعت له ابني، احنا عايزين السي دي ابن الوسخه. ما انا عاوز السي دي والله.
ما انا عاوزه السي دي. انا نفسي في السي دي. والله بحاول معاه، هو كل كلامه اللي هو بتاع هيبقى ايه الحلاوه يعني، اسمها ايه يعني، في الانتخابات كده هيطلعها لك. انا ابن النسخه بقالي كام يوم مش عارف اعمل حاجه، عايز السي دي. لا وانت في حاجه كمان اللي هو كمان انت ما بتشتمهوش بقالك 7 اسابيع. نكته النهارده في البرنامج. والله نكته في البرنامج النهارده. ما اتفرجتش عليه. ده هو بيقول، ده هو قال انا بقاله 7 اسابيع اللي هو ما بيشتمنيش ولا بيتكلم عليا ولا كلمه. قلت له من ساعه ما هو هديتك في سي دي، يعني هو مشكله السي دي خلاها انت تخاف منه. نكته النهارده، نكته رسمي. اول مصحف صوت. امتى الساعه كام؟ نكته مش بنام دلوقتي بالليل الساعه 6. نكته. قلت عليه ايه بقى؟ لا محاور. انا بقول حاجه غلط؟ لا انت ما قلتش على حاجه غلط خالص. انا بتكلم كده صح ولا بتكلم غلط؟ لا بتتكلم صح. لا الكلام ده بيضايقك؟ مش قوي يعني. لا والله. لا مش قوي. لا ده ابن ما هو بيتقال من شوبير، المفروض ما يتضايقش، لو من اي حد انا اتضايق. لا ربنا يخليك. لا حد يقدر يقول الكلام ده تاني؟ ابدا. هو شوبير بس هو اللي يقول اي كلام هو عاوزه، اي حد تاني ما يقدرش. بيحترم نفسه. لا وانا بقول لك مفيش الا شوبير واحد، اسال عندي حد في الكورنر. هتروح ايه؟ بقول لك اسال حتى عندي في الكورنر، بقول لك مفيش الا شوبير واحد، مفيش 2 والله. ربنا يخليك. احنا عاملين شغل حلو قوي النهارده رياضه. والله؟ والله. لو كده لسه. في الكورنر يعني؟ عاملين شغل حلو. عايز اقول لك بجد صفحه، لا لسه ما جبتوش، صفحه الرياضه عندكم واقعه قوي. واقعه؟ والله في شغل بيبقى احسن من كده، كنتوا انتوا ممكن تعملوه حوارات، اي لقاءات. النهارده معلين، النهارده اتفرج هتلاقي عالي قوي. خلاص ان شاء الله كده النهارده. لا انا بتكلم على الكورونا، ما بتكلمش على البرنامج، انت احسن برنامج. لا الشغل ده انا بدات اعليه تاني النهارده. لا هو البرنامج بتاعك تحفه. انا اللي عامل الموضوع كله. والله طب كويس. والله انت بكره فين؟ لا انا بكره فاضيه يعني، ممكن انزل الكورنون كده يعني. طب كلميني كده على الساعه 1:30 2. اوكي ماشي، على 1:30 2 هكلمك. اوكي بس موضوع البنك الاهلي ده ضروري جدا. هجيبهولك دلوقتي، عرفت اجيبهولك دلوقتي حالا، هجيبهولك ضروري جدا. هتصلك بالناس الحبايبنا اللي هناك اللي انت عارفهم يعني، هكلمهم دلوقتي، هكلمهم دلوقتي. اوكي ماشي يا باشا، هتصل بيك تاني لو حد تاني خبر. ماشي يا حبيبي. ماشي. باي باي يا بابا. باي.